تكونوا بخير وعلى خير في صحه جيده يا ربي، والله يحفظنا ويحفظ الجميع ان شاء الله يا ربي من هذا الوباء. باش ما نطولش عليكم في الفيديو كالعاده، اليوم جبت لكم واحد الروز كنديرو انا فكره للعشاء اللي كيبغي يدير العشاء وكيتلف ما كيلقى ما يدير. هذا الروز كيجي زوين ولذيذ، وحبيت نشاركه معكم بما انه كنديرو انا في داري لوليداتي. ما فيش مكونات بزاف، يعني مكونات عاديه اللي كتكون في اي بيت، في اي دار. بالنسبه للروز انا هنا درت زلافه ديال الروز، زلافه كبيره، غسلتها مزيان من داك النشا اللي كيكون فيها، ونقعته تقريبا واحد نص ساعه في الماء باش يجي مزيان. واحد البصله موين متوسطه ديال البصله قطعتها شويه غليظه، واحد الحبه ديال مطيشه، الخيزو مقطع طريفات، الجلبانه. بالنسبه للمطيشه انا هنا صراحه في عوض مطيشه كنعوضها بواحد الفلفله كبيره كنقطعها طريفات وكنديرها، بما انه اليوم ما كايناش عندي الفلفله لقيتها ما كايناش عندي، فقلت نعوضو بمطيشه، ندير فيه حبه ديال المطيشه حتى هي كتجي مزيانه مع الروز. واحد 3 دروس ديال الثومه، شويه ديال الهريسه، واحد تقريبا نص معلقه صغيره، شويه د الملحه، الخرقوم، التحميره، البزار، وواحد 2 فخيضات ديال الدجاج. كيبقى كيرجع لكم نتوما كيف كنقول لكم دائما. نبداو على بركه الله. ديك البصيله كنديرها في الكاميله ديالي هنا. انا صراحه تلفت في العشاء ما عرفت ما ندير ليهم وانا نتفكر هذا الرز كيجي كيعجبهم وكيجي مزيان. ندير هنا شويه ديال الزيت باش نشحر ديك البصله، نخليها تشحر ونزيد عليها باقي العناصر. البصيله ديالتي تشحرات شي شويه كما كتشوفوا. انا هنا كنوجد الماء يطيب باش نسقي به، نطيب فيه داك الروز. غادي ندير ديك الحبه ديال المطيشه، نزيد داك خيزو، ندير الجلبانه ديالي، نخلط هادشي كامل. هذا رز بالخضره، كيجي بالخضره وفي نفس الوقت فيه شويه ديال الدجاج. غادي ندير الثومه ديالي، واحد 3 ديال الدروس، راه هاد الوصفه مفيده بخصوص الوليدات، يعني فيها الخضر راه كتجي رائعه كيحبوها بزاف. ندير هاد التوابل اللي قلت لكم، الملحه والخرقوم والتحميره، البزار، نديرهم كلهم في مره. وديك المعلقه صغيره ديال الهريسه، حتى هي راه كتجي مزيانه. صافي ونحرك هانتوما تشوفوا كيف كيجي. صافي نخلي هادشي يتجانس مزيان حتى ينطق شويه في الطياب، وغادي نرمي عليه الروز ديالي. هيا ديك الخضيره ديالنا تشحرات، دابا غادي نزيد عليها داك الروز اللي قلت لكم كيف كنت ناقعاه واحد نص ساعه. دابا غادي نزيدو ونخليه حتى يتشحر مزيان حتى هو مع هاد الخضيره، غير باش ياخذ واحد شويه ديال اللون. صافي وغادي ندير له ديك الماء طايب، غير اللي يغطيه شويه صافي، ونخليه يطيب، نغطي عليه ونخليه يطيب. دابا غنخليه واحد شويه بحال هكا بين ما شد شويه راسو، وغادي ندير له الماء. ها الروز ديالي تجانس شويه مع هاد الخضره. دابا غادي ندير له هاد الماء سخون اللي غطيه،
صافي. ونخليه يطيب وما نحركوش نهائيا، نخليه يطيب على عافيه مهيله. نزيد له شوي صافي وما نحركوش نهائيا، نخليه حتى يطيب، ما نبقاش كل مره نقلب فيه ونخليه على عافيه مهيله كيف ما قلت لكم. دابا غادي ندوزو للدجاج. كيف شفتوا انا رديت الرز ديالي يطيب. دابا غادي نجي للدجاج. انا كيف قلت لكم هنا درت 2 بخيضات وخليت ليهم الجلده لاني بغيت نحمرهم. غادي نزيد عليهم واحد البصله كبيره مشلضه، نسيت ما قلت لكم المقادير والله. كيف قلت لكم الدجاج، البصله، 2 دروس ديال الثومه، واحد عصير نص حامضه، شويه ديال زيت البلديه، الملحه، البزار، الخرقوم، التحميره، سكينجبير، الربيع، شويه ديال السمن. ها هذا شويه ديال السمن والربيع انا غادي نحطو دابا. درت هنا الدجاج ديالي والبصله. دابا غادي نزيد شويه ديال السمن، شويه فقط بالنسبه لي عزيز علو. غادي ندير الربيع، قزبور ومعدنوس، كيف قلت لكم هاد 2 دروس ديال الثومه، زيت البلديه. انا زيت البلديه ما كنستغناش عليها في الطياب، كتعجبني بزاف. والتوابل اللي قلت لكم، الملحه والبزار والخرقوم والتحميره وسكينجبير. صافي نخلي هاد الدجاج يتشحر. غنزيد واحد العصره ديال الحامض، نص حامضه، صافي. ونخلي الدجاج ديالي يتشحر مزيان ونخليه يطيب. هاد الدجاج ديالي كيطيب هو والرز، هانتوما كتشوفوا راه ما زدت لا ماء لا حتى شي حاجه، حيت ديك البصيله كتطلق الماء. غنخليها تشحر مزيان حتى يطيب الدجاج ديالي، حتى يطيب. ونخليه بلا نسد عليه حتى حتى شي حاجه، نخليه غير هكا عادي حتى يطيب ونقدموه مع الرز ان شاء الله. هاد 2 فخيضات ديالي راه طابو. دابا حيدتهم هنا باش ندهنوهم بشويه ديال الزبده وشويه ديال الصويا صوص باش ندخلهم نحمرهم في الفران. بالنسبه للرز ها هو الشكل ديالو، راه طاب كيف ما كتشوفوا. كيجي حبه حبه، كيجي كله محلول مفرز بهاد الخضيره ديالو. دابا غادي ندوز باش نقدمو وندخل هاد الدجاج ديالي ندهنو بالزبده. كيف قلت لكم الدجاج ديروا نتوما قياسكم. انا صراحه غير بالنسبه ليا انا وليداتي بارك عليا، ومن حاجه بسيطه نقدروا نخرجوا عشيوه زوينه. علاش لا؟ ماشي ضروري ديما خصها تكون مكلفه يعني باش تكون مزيانه، حاجه بسيطه والله يجعل البركه. نسيت ما وريتكمش هنا، من بعد ما هزيت الدجاج ديالي خليت ديك المريقه كتغمر شويه باش هاد البصيله باش تبقى غير البصله، ونحطها فوق داك الرز. فاش نكون كنقدم الدجاج ندير الرز ندير الدجاج وندير فوق منه هاد البصيله وصافي. المهم غير نخليوها تشرب مزيان حتى كتبقى ديك البصيله بوحدها ناشفه. الرز كيف ما وريتكم راه وجد. دابا غادي ندوز كيفاش كنحطو. وهاد 2 بخيضات هما راه تحمروا. شوفوا كيجي محلول. انا اختاريت هاد القالب بغيت باش نزين به، يعني نتوما تكونوا يمكن لكم تحطوه عادي. طريقه التقديم كترجع لكم كيف ما كنقول لكم دايما، يعني كل كيدير اللي كيناسبو. غادي نحطوه بحال هكا. شوفوا راه حتى في الطاوه لتحت راه ما لاصق ما والو، كله حبه حبه.
انا غير حبيت نوريكم طريقه التقديم. غادي نبقى هكا حتى نقادو ونوريكم كيف كندير الدجاج. انا صوبته في داك القالب اللي كيف ما وريتكم. غادي نحط هاد الفخيضات بحال هكا، وديك البصيله اللي خليتها حتى وقفات غادي نحطها من الفوق، نصفيها شي شويه من داك الزيت اللي كتبقى ونديرها فوق ديك الدجاج. اللي بغى يدير هاد البصيله يديرها، اللي ما بغاش ما يديرهاش، ولكن صراحه من الاحسن كتجي زوينه. انا بالنسبه لي كتعجبني، لا انا لوليداتي بحال هكا. صافي نغطيو هاد الدجاج بداك البصيله، نحاولوا نقادو شويه. وكتزيين انا بغيت ندير شويه ديال المعدنوس. صراحه انا لا منظر لا شكل كيجي زوين بحال هكا. نزيد شويه هنا. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الطبق ديالي، وهذا هو الشكل النهائي ديالو. ان شاء الله يا ربي يعجبكم وتجربوه لوليداتكم وحتى للكبار، علاش لا، راه كيجي زوين كيف ما كتشوفوا، كيجي حبه حبه حبه، يعني كيجي مفرق. ما تنسونيش من تعاليقكم ولايكاتكم، وشكرا لكم جميع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.